يسعد أوقاتكم يا رب. بسوي معاكم برياني دجاج بطريقة جدا سهلة ولذيذة، جربوها، مرة سهلة. أول خطوة نقطع البطاطس بهذا الشكل وقليته ونخليه على جنب. بعدين نقطع البصل شرايح ونقليه حتى يتحمر معانا ونشيله ونخليه على جنب. نجهز تتبيلة، حطيت على الدجاج منزوع الجلد، ممكن تحطوا صدور دجاج. حطيت علبتين زبادي و4 فصوص ثوم وبهارات برياني والملح، وأضفت زنجبيل طازج أو ممكن تحطوا زنجبيل بودرة وفلفل أخضر إذا تحبوه حار كثروا فلفل. وتبلتم ممكن تسووا التتبيلة قبل بيوم وتخلوها بالثلاجة. هنا أضفتها على النار وخليتها ربع ساعة. بعدين أضفت عليها البطاطس بهذا الشكل، نقصر عليها النار ونخليها شوي. بعدين أضفت عليها الكزبرة الخضراء. بعدين أضفت نص كمية البصل ونحرك. وبعدين سلقت الرز نص استوى بماء ساخن، وأضفت الهيل ومسمار والملح. بعدين صفيته وحطيته فوق الكشنة. بعدين أضفت فوقهم ماء الكادي. بس خلصت كمية الرز تقريبا ملعقة وسط، وأضفت من الزعفران شوي ونحركه خفيف بهذا الشكل. وأضفت باقي البصل، طبعا بعدين قصرت على النار وغطيته وخليته تقريبا ربع ساعة. وأضفت رشة من البهارات البرياني. هنا نجهز الصوص الأخضر اللي هو عبارة عن زبادي، وأضفت كزبرة خضراء ونعناع أخضر وفلفل أخضر وثوم، ونخلطهم بمحضرات الطعام. صراحة هذه الخلطة مرة لذيذة. وهنا الملح حسب رغبتكم، وبكذا صار جاهز معانا وبالعافية.